واحدة بتحكي وبتقول: كنت قاعدة في أمان الله، لقيت جوزي بعت لي طلب صداقة عليا الفيسبوك، فقلت في بالي وقعت يا معلم ومحدش سمع عليك، فقبلت الطلب بتاعه. فجأة لقيته بعت لي رسالة، قلت له: مين؟ بيقول لي: أنا اللي بعشقك من سنين، أنا الحب والدعم والحنين. أنا معرفش هو جاب الكلام ده منين، أصل هو في الحقيقة ما بيقولش إلا الأكل، جهز الشراب فين، وحاجات زي كده. لو شفت اسم النبي صلي عليه واشترك في القناة ودوس لايك يعني. ففضلت مكملة معاه الكلام وقعدت أهزر، ولحد ما جه وقال لي: تتجوزيني؟ فساعتها اتصدمت ورديت عليه وقلت له: هو أنت مش متجوز؟ قال لي: اسكتي، ده مراتي ريحتها بصل. قلت في بالي بقى: أنا ريحتي بصل، طب والمصحف ما أنا سايباك. قلت له: طيب طالما هتتجوزني يبقى هات لي طقم ذهب. قال لي: طيب من عيني يا أخي، هجيب لك أغلى طقم ذهب كمان. قلت له: طب افرض مراتك شافت الذهب وعرفت؟ قال لي: لا ما تخافيش، أنا عينه في الدولاب وهي مش عارفة. قال لي: ابعتي العنوان بتاعك عشان اتقدم لك. فقلت له: حاضر. روحت دخله ولبسه طقم الذهب وخرجت له، ومن ساعتها وهو بقاله 7 أيام في العناية المركزة. حد قال له: يا خوني، ها ها.